سلامات. سلامات، صباح الفل عليكم. سلامات. ليه الراجل بيحب الست العاهرة؟ او ليه الراجل يسيبك ويروح لواحدة زي ما انتي بتقولي عاهرة؟ ليه بتقولي عليها عاهرة؟ وايه الفرق بينك وبينها؟ ايه اللي خلاها هي عاهرة وليه سميتي نفسك انتي محترمة؟ بتلبس لبس مثلا انتي ما تقدريش تلبسيه؟ بتتكلم بطريقة انتي ما تقدريش تتكلمي بيها؟ بتعرف تضحك وانتي ما بتعرفيش؟ ليه قلتي عليها عاهرة؟ وليه خليتي او صايعة زي ما انتوا بتقولوا؟ وليه خليتي ان هو سابك علشان انتي محترمة؟ بيقولي بنات كتير يتكلموا في الموضوع ده، تقولي سابني عشان انا محترمة وراح لواحدة صايعة او واحدة عاهرة. انا هستخدم لفظ عاهرة عشان اللفظ التاني مش عاجبني. تقولك بيسيبني ويروح لواحدة عاهرة وانا محترمة وانا واخدة بالي من نفسي وانا اتأكدي ان الراجل ما سابكيش علشان انتي محترمة. انتي اللي وصفتي نفسك بالوصف ده ووصفتي البنت التانية بالوصف ده. مفيش راجل هتجيله واحدة محترمة وهيقول لا لا، انا مش عايز المحترمة دي، خلوها على جنب وهاتولي الصيع، انا بحب الصيع. مفيش راجل هيعمل كده. الراجل اكيد عايز المحترمة. والعاهرة اللي هو راح لها دي هو متصور او هو شايفها او هي قايلاله انها اشرف من الشرف وانها اجمل ويعني واقدم واحدة في الكون. انت اللي شايفاها كده. فلازم تفرقي بين حاجتين مهمين. ايه الفرق بينك وبين العاهرة اللي الراجل سابك وراح لها؟ ليه راح لها هي وسابك انتي؟ فكري، هي ايه فيها ايه مش موجود عندك؟ هل هي اجمل منك؟ هتقولي لا، ده انا اجمل بكتير، ده هي عادية وهي. طب تمام، ليه بقى سابك وراح لها؟ بتلبس لبس انت ما تقدريش تلبسيه؟ بتروح اماكن انت ما تقدريش تروحيها؟ بتقول كلام انت ما تقدريش تتكلميه؟ ايه الفرق؟ هي مش كده. هي مش عاهرة زي ما انت وصفتيها. هو راح لها لان روحها حلوة، لان نفسيتها مريحة، لانه بيرتاح معاها اكتر ما ارتاح معاكي، لانها بتعرف تتدلع عليه. لكن هو شايفها، لا يمكن يكون شايفها مش محترم. في حد كاتب لي ماشية وبتتكلم وما بتنهجش. اللهم صلي على النبي. سعيد عبد النبي. طيب يا سعيد، انا ماشيه وما بنهكش لان انا بعمل رياضه. اعمل رياضه زيي وانت ان شاء الله تبقى زي الفل. وشكرا على الملاحظه دي، قعدت اهو علشان انا فعلا ابتديت انهج. شكرا يا سعيد. طيب، ليه الراجل بيسيب البنت المحترمة زي ما هي بتقول على نفسها وبيتكلم وبيروح يتجوز أو بيرتبط بعاهرة زي ما البنت بتقول سابني وأنا محترمة وراح اتجوز أو راح خطب واحدة مش مظبوطة، صيعة، عاهرة؟ هي من وجهة نظرك انت كده، لكن من وجهة نظره هو مش كده. هو شايفها اكتر واحدة محترمة في الكون، وإلا ما كانش راح يتجوزها او يخطبها. هي في فرق بينك وبينها، لازم نفرق بين حاجتين: الست القفل والست الحلوة المرحة اللي روحها كويسة. انت ممكن تروح مكان وتلاقي فيه واحدة اكلة الجو، عمالة تكلم ده وتضحك مع دي ومبتسمة في وش كل الناس والحياة معاها حلوة، واحدة تانية قاعدة مكشرة ومبوزة. عشان كده الست اللي هي بتضحك دي ومكسرة الدنيا حواليها وكل الناس بتبص عليها أكيد ليها معجبين كتير. أكيد كل الرجالة هتبقى عايزة تشوف الست اللي روحها حلوة دي، اللي بتبص عليها، اللي بتكلم كل الناس وبتضحك لكل الناس. وكل ما الست كان ليها معجبين أكتر، كل ما الرجالة بقوا معجبين بيها أكتر. يعني كل واحد عايز يفوز بالجايزة دي وشايف إن هي دي الست اللي هو عايز يعرفها.
لان في صراع رجولي بين الرجاله. يعني لما هو يروح لواحده ما حدش بص عليها ابدا، هو مش هيبقى راضي عن نفسه يعني، او مش هيبقى هو ده الحاجه اللي هو كان عايز يعملها. لكن لما يشوف مثلا ان الاكس بتاعها عمال يلف حواليها بيبقى متوتر، بيبقى هو مش عايز هو اللي يفوز بالجايزه دي، او عايز هو اللي يفوز بالست دي. لما يلاقيها كده ما وراهاش حاجه في الدنيا غير هو، بيبقى عادي يعني، بيبقى ضامنها خلاص، ما يبقاش فيه حاجة تانية ان هو يعني يفكر فيها او ليه يشغل باله بيها، ما هي مضمونة 100%. لكن لما تكون بقى حواليها كتير، انا حواليا كتير اغنية لطيفة، بيبقى الراجل بقى متوتر وبيبذل مجهود علشانها، وبيبذل مجهود علشان يوصل لها، وبيبذل مجهود علشان تبقى معاه، وبيبذل مجهود علشان يحافظ عليها. فهو ما سابكيش علشان انتي محترمة، ومفيش راجل بيسيب واحدة محترمة، هو بس بيبقى عايز واحدة يرتاح معاها أكتر، واحدة يكون دمها خفيف. المحترمة دي من وجهة نظرك عاملة ازاي؟ ما انتي ممكن تكوني محترمة وتكوني مكشرة، نكدية، بتغلسي، بيتكلم معاكي مثلا يضحكك ما بتضحكيش، يعني لما راجل يطلب منك صورة يقولك صوري لي مثلا نفسك وانتي في الوضع الفلاني ولا كده، ما تبعتيلوش. شايفك مش محترمة ولا محترمة ومشي وسابك، يبقى مع 60 سلام، لأن الراجل ده معاكي ولا مع غيرك هو عايز حاجة معينة مش موجودة عندك، فخلاص معاكي ومع غيرك اللي مش هتبعت له الصورة دي هتمشي. لكن لما يبقى الراجل خطيبك يعني موجود معاكي، قاري فتحتك، كاتب كتابك، اي حاجه، وتقولي له انا نزلت، يقولك مثلا طب ابعتي لي صوره من المكان اللي انت فيه، ولا ابعتي لي صوره من العربيه ولا كده، يعني صوره عادي وانت لابسه هدومك وانت في المكان اللي انت فيه، ما تبعتيلوش ليه؟ ليه الغلاسه؟ ما هو خطيبك. في فرق يعني، مش كل بعتيلي صوره حاجه وحشه، ومش كل الكلام بياخد الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. اول لما يجي الراجل تمسك فيه كأنها لقية ولقيتها، تقوم بقى ايه؟ ما هو جه بقى الراجل فرصة تسيب بقى كل اللي وراها واللي قدامها. لو ليها اصحاب تبطل تكلمه، لو بتروح الشغل مش عايزة تروح الشغل خلاص، لو كانت بتعمل حاجات مثلا اجتماعية او عندها مهمات في حياتها او كده، تبطل اي حاجة، حتى زيارات عائلية، كل حاجة بتبطل كل حاجة علشان الراجل ده جه والراجل ده بقى موجود في حياتها. وتقعد تفكر بقى اعمل له ايه، ده بيحب ورق العنب، ده بيحب المحشي، ده انا هعمل وهسوي، وطول النهار تفضلي ماسكة التليفون، انت رحت فين، انت جيت منين، انت ما جيتش ليه، انت عملت ايه، انت وانت وانت وانت. الراجل بقى لما يجيلك بعد ما انت قعدتي 4-5 ساعات في المطبخ وتعبتي وارهقتي نفسيا وجسديا وكده عشان تاكليه طبق الكنافه اللي انت عملتيه ولا ورق العنب اللي انت عملتيه، هو ما استفادش حاجه من الطبق. لان كانت سعاد حسني قايله ايه، اقرب طريق لقلب جوزك معدته، وجايبين الصوره وادي الكلام من وادي النتيجه بدون كلام ولا نقوره. لا، هو مش اقرب طريق لقلب جوزك او لقلب حبيبك او لقلب الراجل اللي انت بتعرفيه معدته اطلاقا. اقرب طريق لقلب الراجل هو عينيه وودانه. هو عايز يشوف صورة حلوة، وعايز يسمع كلام جميل، عايز فرفشة، ضحك، حكايات، كلام حب، وعايز يشوف شكل جميل، عايز يشوف قمر، عايز يسمع يشم ريحة حلوة، مش ريحة بصل وأكل وحاجات. اعملي له أكلة، بس أكلة واحدة من غير ما تتعبي نفسك وتبذلي مجهود كبير كبير كبير. وقصة أنا مولعة له صوابعي ال10 شمع ومشي وسابني، دي قصة متكررة وكلنا كل الستات عاشتها. أنا مولعة له صوابعي ال10 شمع وسابني، أنا مولعة له صوابعي ال10 شمع وعرف واحدة غيري، أنا مولعة له صوابعي ال10 شمع وهو مهتمش وهو. فالراجل عايز إيه؟ عايز يشوف صورة حلوة وعايز يسمع كلام جميل. لو شافك قمر وسمعتيه كلام حلو، كلام حلو مش تقعدي تتغزلي فيه، لكن كلام حلو لما يقولك حاجة تضحكي، لما عندك حكاية تحكيها له، يبقى القعدة حلوة ولطيفة. في بقى الست بقى اللي هي التانية دي، العاهرة اللي انتي بتقولي عليها دي، ما بتكونش كده، لأنها بتكون واثقة في نفسها وشايفة ان لو الراجل ده مشي مش مهم، في 10 غيره، في منه كتير،
فما بتبقاش متلهفة عليه زي ما انت متلهفة كده، ولا بتقعد تعمل له ورق العنب ولا المحمر والمشمر، ولا بتسيب اللي وراها واللي قدامها وشغلها واصحابها وعيلتها وكل حاجة في حياتها عشان تقعد تتابعه على الموبايل هو عمل ايه وراح فين وجا منين وكلمها ولا ما كلمهاش ولا ايه اللي حصل. هي بتكون عايشة حياتها عادي، وده اللي بيخليه يتمسك بيها اكتر، لانها بتكون مش فاضية. هو بقى عايز يعرفها هي بتعمل ايه، هي بتروح فين، هي ما ردتش عليه ليه، هي صحيت امتى وهي نامت امتى، هو اللي بيبقى عايز يعرف عنها، هو اللي بيبقى متابعها. فالست دي اللي هي العاهرة اللي انت بتقولي عليها عاهرة دي، وهي مش عاهرة ولا حاجة، هي بس رجعت الست لمكانها، حطت الست تاني في مكانها. بقى الراجل هو اللي بيسأل عليها، بقى الراجل هو اللي بيدور عليها، مش هي اللي بتدور عليه ولا هي اللي بتتابعه ولا هي اللي بتجري وراه بس. فانت شايفاها عاهرة علشان كده هي مش عاهرة ابدا. وبعدين في ست تيجي تكلم الراجل او تقول للراجل، تقوم تقول له ايه بقى، زي ما كنت اتكلمت حللت الفيديو بتاع هادية غالب قبل كده في البلايند ديت شو، تقول له هادية قالت لأحمد بتهيألي اللي كان معاها أنا وداني كبيرة. واحدة ست تقول للراجل ايه، أنا جسمي مش حلو، أنا ما بحبش لون بشرتي، أنا شعري معرفش ايه، أنا وداني أبصر ايه. طب ما هو بيشوفك زي ما انت شايفة نفسك. إذا كنت انت نفسك مش عاجباكي، لا عاجبك ودانك ولا شعرك ولا جسمك ولا لون بشرتك ولا عينيكي، طب خلاص هيقولك ايه، انا بحب الست اللي عينيها زرق، تقومي تضطري تروحي تجيبي عدسات زرقاء عشان تعجبيه. يقولك انا بحب الست اللي شعرها قصير وانت شعرك طويل، تقومي رايحه قصه شعرك. ما هو بيتعامل معاكي زي ما انت طلبتي، انت اللي مش عاجبك نفسك، انت اللي قلتي انا مش عاجبني شعري ومش عاجبني وشي ومش عاجبني، خلاص هو كمان مش عاجبه. وتفضلي بقى في دوامه لا تنتهي من ان انت ترضيه في شكلك وفي لبسك وفي شعرك الست ابدا ابدا ما تقولش على حاجه وحشه في نفسها، ما تتكلمش على ديفو موجود في شكلها. الست دايما تتكلم على الحاجات الحلوه، وزي ما انت حاسه ان انت واثقه في نفسك، على قد ثقتك في نفسك هو هيشوف ده. شفتي نفسك واثقه في نفسك هو هيشوفك واثقه في نفسك، شفتي نفسك جميله هو هيشوفك جميله. وعلى فكره مش لازم تكوني جميله ولا قمر علشان تكون روحك حلوه ولا الراجل بيرتاح معاكي ولا يكون دمك خفيف ولا تكوني الست المدلعه اللي هو محتاجها. ومش عشان انت محترمه تبقي مش متدلعه، عادي جدا انت ممكن تكوني محترمه كل الاحترام وفي نفس الوقت متدلعه ونوسه. وكمان الراجل بيحب يحس ان انت محتاجاله، ممكن تحسسيه ان هو يعني وحش الكون علشان موت لك الصرصار اللي في الاوضه، او فتح لك البرطمان اللي انت مش عارفه تفتحيه وايديكي وجعتك واتكسرتي ويعني حل فتح عكا زي ما بيقول عشان فتح البرطمان. هو بيحب كده، هو عايز يحس ان انتي محتاجاه، ان في حاجات ما تقدريش تعمليها وهو اللي بيعملها لك، ان عندك مشاكل وهو اللي حلها لك، انك مش هتقدري تكملي في الحياة دي من غير ما هو يكون موجود وهو بيساعدك وهو بيساندك وهو عمل لك. كمان حاجة من اهم الحاجات اللي بتخلي الراجل يفضل واحدة تانية عليكي، اللي هي العاهرة دي اللي انتي بتقولي عليها عاهرة، ان الراجل بيعمل حاجة اسمها تيست ووتر، يعني بيختبر، بيعمل لك اختبارات. الاختبارات دي بتكون عبارة عن ايه؟ يعني مثلا يسيبك طول اليوم ويروح يتصل بيكي اخر الليل، ما هو مش فاضي بقى، راح القهوة وراح الجيم وراح اتمشى وراح زار اهله وراح الشغل وعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة، وبعد كده اخر الليل قام افتكر وقام ايه متصل بيكي مكلمك. تكوني انت بقى قاعدة عمالة تاكلي في نفسك ومتضايقة ومتعصبة ان هو ما كلمكيش طول اليوم، وما صدقتي ان هو كلمك، فتقومي تفضلي تتكلمي 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 معاه وكأنك كنتي مستنية ايه من زمان. فهو خلاص عارف انه مهما راح مهما جه مهما سابك، ان شاء الله يسيبك يوم بقى 2 3، لما يرجع هيلاقيكي موجودة وهيلاقيكي مستنياه وهيلاقيكي وهيتكلميه عادي.
وفي واحده تانية لو عمل معاها كده مش هترد عليه، وتاني يوم مش هترد عليه، لانه اليوم اللي فات ما كلمهاش، وهي ما تقبلش كده، لكن انت قبلتي. فهي بالنسبه لك بقت هي عاهره، وبالنسبه له هو بقى بيصالحها وبيرضيها، ومش هيكرر اللي هو عمله ده مرة تانية. الست العاهرة اللي انت شايفاها عاهرة دي ست قوية واثقة من نفسها، عارفة حدودها وإمكانياتها، في حاجات بتقبلها وحاجات ما تقبلهاش، مش هتضحي بوقتها ومجهودها وحياتها غير للي يستاهل. انت قدمت لي ده فانا هقدم لك ده، انت بتحترمني وانا بحترمك، انت مهتم وبتبذل من وقتك علشاني وانا كمان مهتمه وكل وقتي علشانك. لكن ما يطنشهاش طول اليوم ويجي لها اخر الليل يقول لها الو، يلاقيها مستنياه مستنياه، فهو كل يوم هيعمل كده. النهارده طنشك طول اليوم وكلمك اخر الليل، بكره مش هيكلمك خالص وهيبقى كلمك بعد يومين، وانت برضه هتبقي مستنياه، لان هو اختبرك وعرف ان انت مستنياه وفهم ان اخرك كده، وانه مهما غاب انتي مضمونة وموجودة وبتاعته. علشان كده رجالة كتير بتبقى بتحب كل الستات اللي في الشارع، البيضة والسمرة والطويلة والقصيرة وكل الستات كل الأشكال، لكن الست اللي في البيت هي الوحيدة اللي الراجل ما بيكونش بيحبها، عشانه ضامنها، عشانه عارف انه مهما راح مهما جه مهما عمل اهي موجودة ومستنياه. فقصة ان الراجل سابني عشان انا محترمة وراح لست صايعة او ست عاهرة، محتاجة بس تفرقي بين حاجتين، الست المحترمة والست القفل. لو فرقتي بين انتي قفل ولا انتي محترمة، انتي ست روحها حلوة، ست حبوبة ولطيفة والراجل اخد راحته معاها، ولا واخد راحته معاها دي ايه؟ لازم تحافظي على نفسك، ولازم يكون ليكي حدود، ولازم كل الحاجات زي ما هي مظبوطة، وتكوني محترمة 100%. لكن تكوني ست عندك أنوثة ومتدلعة، وعارفة امتى تتكلمي، وعارفة تتكلمي تقولي ايه، وعارفة تبسطي الراجل اللي معاكي وتفرحيه. وانتبهوا، الحياة قصيرة وملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. وصباح الفل ويومكم سعيد. سلام.